لو سألت عن شركة أبل النهاردة غالبا الإجابة هتكون إنها واحدة من أنجح الشركات اللي بتصنع أحدث المنتجات التكنولوجية. بس هل تعرف ليه محدش بيتكلم عن أفشل اختراعات شركة أبل؟ صحيح ستيف جوبز هو الراجل اللي غير تصور العالم وعمل ابتكارات سبقت عصرها، لكن الشركة ما كانتش دايما بالنجاح ده. ولو رجعنا بالزمن لورا شوية هنلاقي منتجات فاشلة حاولت الشركة تمحيها من تاريخها، خصوصا في الثمانينات والتسعينات. كوباية القهوة بتاعتك والورقة والقلم وخليك معايا، وخليني النهاردة أحكي لك عن أفشل منتجات أبل على مدار تاريخها. يلا بينا ندخل في التفاصيل على طول. أنا أحمد طه وأنت بتسمع الخلاصة. أهلا بيك يا صديقي العزيز في حلقة جديدة من الخلاصة. نشرت صحيفة بيزنس انسايدر تقرير لأفشل 8 منتجات من شركة أبل، والنهاردة هقولك على المنتجات دي، ورقم 8 هتضحكك. خلينا نبدأ على طول. سنة 1993 أنتجت أبل تلفزيون ماك، عبارة عن شاشة كمبيوتر مدمج فيها تلفزيون مع إمكانية التحكم بيه عن طريق الريموت كنترول. خلي بالك إن سنة 93 الريموت ده كان وقتها ابتكار، وسعر الجهاز بيوصل ل $2000، لكنه ككمبيوتر معالجته للبيانات كانت بطيئة جدا، وكتلفزيون ما كانش عمل. اتباع منه 10,000 وحدة، وقررت أبل توقف بيعه بعد 4 شهور بس من إنتاجه. أطلقت أبل جهاز أبل 3، تالت جهاز تنتجه الشركة سنة 1980. الجهاز اتصمم من غير مروحة أو فتحات تهوية خالص، وطبعا فشل الجهاز، واضطرت أبل لاسترجاع 14,000 جهاز ووقف بيعه بعد إصداره ب4 سنين. أبل حاولت تقتحم عالم الكاميرات الرقمية عن طريق أبل كويك تيك، اللي تعتبر من أوائل الكاميرات الرقمية اللي أطلقتها أبل بالتعاون مع شركة كوداك سنة 1994. لكن سنة 1997 تم وقف إنتاجها، لأن الكاميرا كانت إمكانياتها ضعيفة وبتقدر تخزن 8 صور بس، ومش بتشتغل غير على أنظمة الماك. كتير من متابعين أبل ما يعرفوش إنها أطلقت منصة ألعاب أبل بيبل بالتعاون مع شركة بانداي اليابانية سنة 1995، وده عشان تنافس شركة نينتندو اللي كانت بتسيطر على السوق في الوقت ده. دي كانت تعتبر أول محاولة لتصميم وحدة تجمع منصة ألعاب والاتصال بالإنترنت، يعني كان ممكن تلعب وتتكلم مع اللاعبين التانيين في نفس الوقت. اتباع منها 42,000 وحدة قبل ما يتم وقف تصنيعها بعد 2 سنين من إنتاجها، لأنها ما كانتش قادرة على منافسة منتجات الشركات التانية زي سوني اللي أصدرت في نفس السنة بلاي ستيشن 1، غير أجهزة سيجا ونينتندو اللي كان ليها شعبية كبيرة وقتها. حتى المودم الموجود جوه الجهاز كان بطيء جدا في الإرسال والاستقبال، فالرسالة الواحدة كانت بتحتاج 10 دقايق عشان تتبعت وتوصل. أصدرت أبل ماوس هوكي باك لأول مرة مع أجهزة بوندي بلو آي ماك جي 3 سنة 98، مع إمكانية توصيلها بالكمبيوتر عن طريق اليو اس بي للمرة الأولى. لكن الحقيقة تصميمها كان مزعج جدا، لأن الماوس كان دائري بلون أزرق شفاف كنوع من المحاكاة لجهاز الآي ماك، كان صغير جدا ومش مريح، غير وجود زرار واحد بس، والكابل بتاعه كان قصير جدا. استمر إنتاجه لمدة 2 سنين، وفي سنة 2000 وقفت أبل إنتاجه تماما. سنة 1989 قدمت أبل أول لابتوب في العالم مع بطارية مدمجة في جهاز ماكنتوش بورتابل بسعر $7,300، ووزن يوصل ل7.5 كيلو. السعر المبالغ في الجهاز وعمر البطارية القصير وأداؤه الضعيف كان سبب في فشل الجهاز، واضطرت الشركة تعدل فيه وتطلق سنة 1991 جهاز الباور بوك اللي يعتبر النواة لتصميم اللابتوبات بشكلها الحالي. سنة 2000 أطلقت أبل ماك جي 4 كيوب، بالرغم من تصميمه المبتكر إلا إن الجهاز ما كانش جواه مراوح تبريد داخلية نهائيا، واللي تسبب طبعا في إنه يسخن ومواد الجهاز تشقق وتسحب من الأسواق بعد أقل من سنة واحدة. لكن أبل ما سكتتش، سعيا للتطور صممت الشركة بعدها أغلى وأغبى اختراع من أبل، وهو ماك برو تراش كان. والله ده بجد، أبل عملت لك جهاز ماك برو على شكل سلة زبالة، وعشان يبقى تصميمه مميز ومختلف صمموا الجهاز بمروحة واحدة بس جوه الجهاز كله. اساسا معظم الاجهزه اللي عندنا بيتركب لها اكتر من مروحه عشان تحقق التهويه اللازمه لكل كومبوننت، ازاي مروحه واحده بس في الجهاز؟ فالطبيعي كان يحصل مشاكل في التبريد، وبالتالي بيأثر على اداء الجهاز. وفي 2019 رجعت ابل تاني للتصميم الاساسي اللي هو شكل التاور اللي احنا عارفينه ده. ايبود شافل هو النسخه الاصغر والارخص من جهاز الايبود، اطلق في 2005 ب$59 بس، وبيشيل 1000 اغنيه. لكن سعيا للتميز أبل صممت الآيبود شافل من غير ولا زرار. زرار التحكم خليتها كلها في السماعة بتاعتها،
فطبعا لو عايز تتحكم في الأغاني محتاج تشتري السماعة الأصلية. طب لو معايا أي سماعة تانية مش هتعرف لا تشتغل ولا تتحكم في الأغاني أصلا. بما إنك كملت لحد هنا في رقم 9، أحب أقول لك إن رقم 9 هتعجبك أوي. أبل في 2005 مع الآيبود شافل قرروا يعملوا شرابات. فعلا زي ما سمعت، عملوا شرابات، الشراب بقيمة $29. طب هل الشراب ده فيه أي مميزات؟ ولا أي حاجة. شراب بيتحط جواه الآيبود بكذا لون مختلف، بس كده. الخلاصة يا صديقي إن مش معنى إن أي حد بتشوفه ناجح معناه إنه ما عداش عليه أوقات صعبة أو ظروف صعبة يتمنى إن هو ينساها ويمحيها من تاريخه. الفكرة إنك لازم تخش كل التجارب وما تخافش من الفشل. فحتى أبل اللي بتنتج أنجح المنتجات في العالم في حاجات كتير عملتها تتمنى لو تخفيها من تاريخها. قول لي رأيك في الكومنتس، ولو عجبتك الحلقة اعمل لايك وشير واشتراك في القناة عشان بيك هنكبر أكتر وأكتر. أنا أحمد طه، أشوفكم بخير.